اللهم سهل يا رب. يا بود تعالى بدل ما انت واقف زي خيبتها كده، لم لي الكنزات دي كده ونقضهم لي كده، البيبسي على جنب والسفن على جنب والمرند على جنب كده، امسك شويه. انا اديهولك ايه يا معلم؟ ده كلهم شبه بعض، كلهم يا معلم سفن اب. سفن؟ بالك كلها عندها حموضه، لمهم لي برضه على جنب. وهات لي كده اللي هنا الشوال اللي هناك دول، هاتهم نوزنهم. ماشي. بقول لك يا مليك، ايه يا بابا؟ هاتي الازازه اللي معاكي دي. اوعي تقولي لحد اللي انت شفتيه ده يا مليك. ماشي. ماشي. انت بقى كده حرام تدوس على ميه دي. مالكيش دعوه بس انت يا مليكه دلوقتي. بصي الناحيه التانيه كده، بصي. هي ايه الناس اللي داخله طالعه دي؟ وبعدين هو بابا مأجر الشقه، الناس عاملينها زريبه ولا ايه؟ لازم اطلع اعرفه. بص يا بودة كده دولت 150 جرام، يعني الواحده 10 جرام، عشان لو النور قطع ولا حاجه نبقى عارفين ايه الواحده قد ايه. 10 جرام. وعيد عشان بعد كده ناخد بالواحده. السلام عليكم يا معلم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيلو بكام النهارده؟ وريني بس معاك قد ايه الاول. معايا حوالي 10 كيلو. 10 كيلو الكيلو ان شاء الله ب 30 جنيه. ليه يا معلم الجشع ده يا معلم؟ ما انا سائل عليه بره ب 180 جنيه يا معلم. بص يا معلم، ابو 180 جنيه مش دوت، ابو 180 جنيه حلال. سامع ده؟ هو اللي سامع ده بواقف الكنزات، انا هتدور بقى الكنزات اللي هلاقيها فضيها يا معلم فيها يا معلم، ده انت المفروض فاهمان يعني. لا يا حبيب قلبي صفيها، عشان الحاجات دي بتفرق معانا في الميزان. دي كده ان شاء الله تعمل 5. يبقى انت جاي تشتغلنا انا في الميزان؟ ماشي يا معلم، بس ما تقوليش الكيلو ب 30 جنيه يعني هو ب 180 جنيه بره يا معلم، في ما ده جشع ده. اما كان على اخر الشارع هناك، روح ودي له الحاجات دي، انا كده كده عندي شغل. يا عم انا بتعامل معاك انت، انا مش عايز اروح لعمان. يبقى خلاص زي ما اقول لك بقى يا ابن الحلال. خلاص اوزن يا معلم، بس ازاي معانا شويه يعني، سيبك من الشغل ده. ازاي كده يعني؟ لا ازاي في السعر يا معلم، انت عارف انا قصدي ايه. عينيا حاضر. على فكره يا عم بابا كان بحط ميه في الكنزات. بس يا بت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا ما في ايه يا عم، انا عارف عادي يعني. ده عيله صغيره يا معلم، انت تاخد على كلام عيله صغيره؟ ما انا عارف. قوم يا حبيب قلبي كده لم لي الحاجات دي كده في جونيه وطلعهم لي بره. ماشي يا معلم. كده يا حبيب قلبي انت كده حسابك 165 جنيه. ليه يا معلم كده يا معلم؟ انت وزنهم كام؟ هما كام كيلو يا معلم؟ اهو قدامك على الميزان اهو. ده انا كده بره الميه. 105. ليه يا معلم انت حاسبهم كلهم وزن كيلو يا معلم؟ طب نقص من الوزن كله 2 كيلو ماشي معقوله، واحسبوا لي بالسعر القديم. لا وبقى تعالى معايا دغري بعد كده وانا هعمل معاك الصح. خلاص يا معلم، بعد كده هصفي لك الميه منه يا معلم. يبقى صفيه احنا من بعد كده ان شاء الله. تمام؟ ماشي يا معلم اللي تشوفه. يلا توكل على الله. واحد نام كتير قوي. بابا ايه يا نور يا بنت خير؟ انت الشقه اللي تحت دي مأجرها لمين؟ مهجرها يا بنت، الواحد غلبان كده هو وابني وقاعد فيها يعني. متأكد ايه بقى اللي هو غلبان؟ ايوه يا بنت، ده واحد يعني ظروفه على قده، انا حتى انا يعني اجرت له بايجار بسيط. يبقى دي ناس يابا كل شويه اللي يخش بالشكاره واللي يخش بكرتونه واللي يخش بورق واللي يخش بكنزات، بقى فاتحها متجر تحت، كل شويه حد يخش وحد يطلع. ايه ده ايه اللي انت بتقوليه ده يا بنت؟ ايه فاتحها مخزن خرده ولا ايه؟ ولا يبقى حتى انزل شوف. انزل شوف. انت متاكده يا بنت باللي انت بتقوليه ده؟ ايوه يبقى متاكده يا بنت عشان لو خبطت وما رضاش يفتح وكسرت باب الشقه ودخلت لقيت حاجه ما لقيتش الكلام اللي انت بتقولي عليه ده، هتركبيني حق كده. ما تخافش يبقى عشان متاكده، كل يوم بفضل واقفه على السلم بشوف الناس داخله طالعه. طب وما قلتليش من زمان؟ انت جاي بعد ما الدنيا خربت وجاي تقولي لي؟ خلاص يبقى روح شوف. طيب ماشي يا بنتي. انت يا طيب ابني مين؟ ما تفتح يا ابني، في ايه؟ صاحب ايه ده يا عم البيت. هاني؟ الحلاوه يا عم هاني صاحب البيت. الواد ده عبيط ولا ايه؟ يبقى كده نور بنتي عندها حق، يبقى كده شكلهم فيك وانت جوه. افتح يا ابني انت. انت قفلت في وشه ليه الباب يا ابني؟ انت عايز تجيب لنا مشكله معاه؟ لا يابا عشان يدخل الزبه دي ده يعمل مشكله. يا ابني انت ما فتحتوش يعمل مشكله اكبر، روح بس افتح الباب اجري. يا ابني ايوه جاي. حاضر جاي اهو. ما تفتح يا ابني، في ايه؟ معلش بس ما افتح لك كنت المروحه مطلعه كده الباب وتقفلها في وشي. والله المروحه ان شاء الله هشعلك في المروحه دي انت وابوك. خش قدامي. فين ابوك؟ ابويا جوه اهو. طب خش قدامي ليلتك سودا انت وابوك. ايه ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده؟ يا حاج هاني. حاج هاني؟ انت خليت في حاج هاني؟ ده انت اللي حاج يا عم و60 حاجه. ايه اللي انت عامله ده؟ ايه ده يا عم؟ ايه ده؟ هو انا اللي انتوا زعلتك في عاملينه حاجه يا ده؟ عم هاني؟ زعلتني في حاجه؟ ده انت زعلتني وزعلتني وزعلتني. بقى انا قلت انت راجل غلبان ومسكين وعلى قد حالك، هسيب لك الشقه انت وابنك تعيشوا فيها كده لحد ما الدنيا تتظبط معاكم،
وتشوفوا لكم شغلانه. انا باكلها بالحلال يا عم هاني. حلال انت قلبت لي البيت زريبه البيت، وانا عمال اقول الريحه المعفنه اللي في البيت، الريحه المعفنه اللي في البيت ده. يابا العماره دي ما يقعدش فيها حاجات زي كده. وحد اشتكى مني يعني يا حاج هاني؟ الدنيا كلها اشتكت منك يا حبيب قلبي. العماره مليانه حريم، ناس طالعه وكل شويه واحد طالع لك واحد نازل لك، وانا عمال اقول الاشكال الغريبه دي. الاشكال الغريبه دي ما وردتش عليا لما انت جيت قعدت هنا. يلا لم لي الزباله، انت لسه هتاخد بصراحه يا عم معايا. انا جوه شقتي قافل بابي، ما حدش ليه عندي مفيش حاجه. الكلام ده حبيبي، كان زمان. يلا لم لي يا عم القرف بتاعك ده وغور يلا من هنا، مش عايز اشوف وشك. يلا يا عم بلا الريحه يا عم المنتنه 1000 دي. مليون شقه يا عم هاني. يا عم غرفه ده بلا 1000 مليون شقه بتتمسكنوا لما بتتمكنوا. يلا يا عم من هنا. ايه القرف ده؟ ده الشقه عايز احرق العفش اللي فيها. حسبي الله ونعم الوكيل يا علم يا ظلمه. ايه ده يا عم عصفور، انت رايح فين؟ سيبيني يا ست ليلى، انا ماشي. ابوكي بهدلني ورمى لي حاجته كلها في الشارع. ازاي يعني اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين اصلا هتمشي تروح فين؟ ده انت حتى عمرك ما قصرت معاه في اي حاجه. والله اللي بيقولوا بياخدوا بالشهر بشهره. ايوه ما انا عارفه، وكمان الكهرباء والميه انت اللي بتدفعها لنفسك، يعني مش بتاخر على اي حاجه خالص. ما اعرفش، انا مش مسامح طب انت عملت له ايه طيب؟ ولا اي حاجه. دخل لقى الحاجه في الارض، الحاجه اللي بشتغل بيها، راح لممها له زقلي برجله كده وقال لي مش هشوفش وشك هنا تاني. لا ما ينفعش، انت بس تلاقيه متعصب او متضايق. اطلع بس دلوقتي وانا ان شاء الله اخش اكلمه هيرجعك تاني، ما تقلقش. ربنا يهديه بقى. ايه الريحه المعفنه دي؟ سايب لي ميزان وكنزات اهي. بقول لك ايه، امسك الميزان بالكنزات ده، روح ارميهم للواد اللي مشي ده. ميزان ايه بس يا بابا؟ هرميه ازاي يعني؟ اهدى بس يا بابا، انت معصب نفسك كده ليه؟ هو ايه اللي ده ايه بعد اللي انا شفته؟ مأجر له الشقه وبقول غلبان ومش غلبان، ابص الاقي مكوم لي كوم خرده قد كده وريحه معفنه. مش شامه الريحه وانت داخله؟ شامه بصراحه يا بابا، بس يعني حرام عليك، هو عمره ما اثر معاك في اي حاجه. هو عشان ايه بيدفع قرشين خلاص يعني؟ ما دي منظر عماره تقعد فيها بالمنظر. يروح يشوف له بدرون ولا يشوف له اي حاجه ولا مصنع يأجره. يعني انت شايف يا بابا اللي هو ما ينفعش يقعد هنا تاني؟ انا شايف ان انت تاخد الميزان بالكنزات ده وروح ارميهم له. يلا مطرح ما هو راح، يلا اجري بالريحه المعفنه دي. اللي انت شايفه يا بابا. هتخش تعدل عليا على اخر الزمن. مش عارفه الزبال لحد دلوقتي ما خدش الزباله ليه؟ هيستنانا لما تخش عليا الشقه؟ دخلت ولا ايه؟ زبادي الحمد لله. ايه ده؟ وبس بعد كده بقى اول ما هي طلعت من الجروب انا ما كلمتهاش. يا بنتي ايه يا ليلى معاكي؟ بقى لي ساعه بكلمك مش راضيه ترد عليا ليه؟ معلش يا ليلى، لسه مركزه مع صوت النغوشه اللي هناك ده. نغوشه ايه؟ ست تلاقيها قطه. يا ليلى انت مش سامعايا يا ليلى؟ عادي يا رحمه، تلاقيها قطه، ما علينا، اطلع. الحمد لله ما شافونيش. فاضل انت بتجري ليه كده يا عم الحاج؟ في ايه؟ لا مفيش حاجه يا استاذ، والله مفيش حاجه. انت مالك متلجلج كده في ايه بس؟ ده انا بتلجلج كده عشان الحق بس السوبر ماركت اغير الحاجه دي. كنت جايبهم ديليفري لواحده هنا وما رضيتش تاخدهم مني. طب هو اللي بيجيب حاجات دليفري بيجيب الحاجات عريانه كده؟ ما انا هي كده عملت كده، اصل انا وقعت بيهم فكست قطع من عليهم اللي مغلفهم. هستأذنك معلش. الراجل ده بيجري ليه كده وحافي ليه كده؟ ده باين على حرامي ده ولا ايه؟ اهو كويس بقى انه بتاع الزباله جدا، هطين عيشته. ايه ده، هو انت يا كريم؟ ايوه انا في ايه؟ انت كنت مستني حد ولا ايه؟ لا افتكرتك بتاع الزباله. بتاع الزباله يا ست. المهم كان في واحد نازل دلوقتي بيجري على السلم وبيقول انه دليفر وكان جايب حاجات هنا في الشقه. لا ما طلبتش ديليفري خالص، مفيش منه الكلام ده. هو قال لي كنت جايب حاجات ولو ما رضوش ياخدوا مني الحاجات عشان الحاجات مفتوحه. لا طب هي حاجات ايه يا كريم؟ لانشون وجبنه رومي وزبادي وكده. طب عديني بس كده. في ايه؟ دي الحاجات اللي انا رميتها. الحاجات اللي انت حاجات ورميها وانت اللي راميه الحاجات دي في الزباله؟ كنت انا اللي رمياهم. طب ورميهم ليه؟ عشان بقالهم 3 ايام في التلاجة وباظوا. طب يعني هم في التلاجة وباظوا ازاي يعني؟ وكتر فلوس وخلاص؟ صلاحيتهم انتهت. عدينا يا حبيبي. مفيش حد. ايه يا حاج؟ يا استاذ وحضرتك رايح فين؟ بلم الزباله. بتلم الزباله؟ لا هو مش حضرتك عامل النظافه اللي هنا؟ انا عارفه شكل عامل النظافه. لا ما هو التاني تعب روح البلد فانا جيت مكانه واشتغلت مكانه يعني. طب يا ريت بقى تنجز وتاخد الزباله عشان الزباله كترت قوي. من عينيا الاتنين. حاضر استهاني. عينيا. اما اشوف اخرتها معايا اللي بيجي ياخد الاكل ويسيب الزباله ده. هو انت يا حاج اللي بتيجي تاخد الاكل وتسيب الزباله؟ ده انت ايه مكسوده معايا. مفيش غموس، رامين عيش حاف بس.
ايه يا حاج اللي انت بتعمله هنا؟ يا استاذ انا بلم الزباله حضرتك. لم الزباله وعمال تنكش فيها كده؟ لا ما انا بنكش عشان لو فيها ازازه هيعور حد يعني ولا حاجه، ما يعورش حد. طب يلا شيلها واطلع فوق بقى لم الزباله اللي فوق. عينيا حاضر يا استاذ، عينيا الاثنين ورا حضرتك على طول. ماشي يلا بقى بسرعه. ماشي يا استاذه ماشي. مش عارف اللي انا بعمله ده. مش عارف التبذير اللي احنا فيه ده، اي حاجه تيجي قدامهم يرموها، ما بيعرفوش بقى اللي شغال ده بيجيب الحاجه دي ازاي. ارمي ارمي وخلاص. الحق يا كريم، في ايه بتتكلمي صوت بالراحه ليه انت كمان؟ في حرامي بره قدام الباب. حرامي؟ حرامي ايه وبتوطي صوتك ليه؟ عشان ما يسمعنيش. طب وايه اللي هيجيب الحرامي هنا؟ معرفش، ممكن يكون بيفك الانبوبه. انبوبه؟ خد بس زي ما انت زي ما انت. انا مش من قبلك من دلوقتي وانا طالع وقلت لنا انا دليفري وجايب حاجات وطلعت مفتوحه. غصب عني يا استاذ والله، بس من النبي وتضرب. لا مش هضربك، ايه ده بس انت بتعمل ايه هنا؟ اصل مفيش حاجه هنا تتسرق. مفيش، ده انا بدور على اي اكل اكله انا وعيالي والله. طب خلاص اهدى كده بالراحه، بس احكي لي في ايه؟ مفيش حاجه، ده هو حضرتك بس الزباله بتاعتكم مش عارف اخت حضرتك ولا المدام بتاعت حضرتك يعني بتلف الاكل لفه حلوه كده وبترميه، فبصراحه الاكل بيبقى لسه نضيف يعني، فباكله انا وعيالي وكده يعني. خلاص تعالى بس خش معايا جوه. لا والنبي تعالى والله مش هكلمك. همشي، مش هاجي هنا تاني والله ما هاجي هنا تاني والله ولا العظيم اشوف مش وشي. هكلمك، اهدى بس بالراحه في ايه؟ تعالى والله مش هكلمك خلاص. اتفضل خش. والنبي يا استاذ والله ما هكلمك، اتفضل خش جوه. والله حقكم عليا. خش اتفضل. اتفضل يا حاج اتفضل. ما يصحش. طب يا استاذ اتفضل يا حاج. في لا والله ابدا اطلع اقعد فوق. حقكم عليا والله ما هعمل خلاص يا كده حاج تاني. انت بعد كده لما تطلع وعايز اي اكل ما تاكلش من الزباله. خبط عليا وقلنا اي اكل موجود هديهولك. ما انا هعمل ايه يا ابني والله. بص دورت على شغل كتير، محدش عايز يشغلني، كل اللي يشوفني يقول لي انت شكلك متبهدل وانت شكلك راجل عجوز. لا انت شغلك عندنا، اشوف لك ايه شغلانه عندي في الشركه. ربنا يبارك لك. واي حاجه تعوزها تعالى خبط هنا. ربنا يطول في عمرك يا رب. تسلم لي. قوم يا تسلم. حبيبي هات لا ما مالوش لزوم بقى، انا هاخد العيش ده. لا بس قوم هات حلتين فيهم اكل بسرعه ياخدهم مش العيال. هينفع يا استاذ. طيب ليه كده الغرايم دي؟ لا ولا غرام ولا حاجه. انا حقيقي اعترفت بنفسي ان انا كنت مبذره قوي، اللي يشوف عيشه الناس يحمد ربنا على عيشته. مش عايز اتقل عليك يا استاذ والله. أنا قلت لك خلاص بقى مفيش تقتيل ولا حاجه. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك. اديله يا حبيبي الحاج. ده كتير كده والله. مفيش حاجه كتير عليك. ربنا يبارك لك يا رب. طب خلاص اخلص الحلال دي ان شاء الله اجيبها لكم باذن الله. خلاص ماشي. عايز تخلي الحلال يبقى تطبخ فيها انت وعيالك ومراتك خليها. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. ربنا يستر عليك يا رب. حول الله.